صباح الفل. انا مش هطول عليكم في الريل دي، بس حصل موقف دلوقتي. انا كنت داخل افول العربيه برقم معين، يعني ب 200 جنيه. فقلت له طبعا وانا جوه العربيه كنت ملخوم، بطلع الفلوس والمحفظه والموبايل وبتاع والحاجات دي. فقلت له 200 جنيه وسبته بقى، هو فتح التانك وعاش حياته وبتاع والكلام ده كله وخلص وجالي خد الفلوس وانا مشيت وبتاع. ببص على المؤشر بتاع البنزين مش راضي يطلع. فبعدين كل شويه ابص على مؤشر البنزين مش راضي يطلع. انا بحسب حسابات معينه كده، المفروض ان انا احطهم دول يزيدوا لي على الاقل في مؤشر العربيه شرطتين. فدوست على الافريج برضو مفيش. قمت جاي لافف وراجع بقول له لو سمحت، انت دلوقتي حطيت ب 200 جنيه، انا عندي المؤشر ما طلعش ولا شرطه، يبقى انت اكيد ما حطيتش بنزين. قال لي يا فندم ازاي وبتاع والكاميرات وبتاع. قلت له ماشي، هات الكاميرات هتجيب ايه؟ الكاميرات هتجيبك وانت بتحط المسدس. دي نصيحه مني ليكم بقى، ما حدش يعمل بيه ويقعد جوه العربيه ويفول بنزين. انزل بص على المؤشر بتاع البنزين وهو بيستخدم البنزين، ما تعملش بيه. انا اللي بقول لك